السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه صينيه مكرونه بالبشاميل. طعمها حلو جدا، احلى صينيه مكرونه ممكن تعمليها. المكرونه جوسي كده والبشاميل بتاعها سايح وطعمه حلو قوي، تحس ان انت بتاكلي قشطه مش بتاكلي بشاميل. ولو انت عايزاها برضو تبقى قطعه تقطعيها قطعه، لو عاملاها في عزومه او عندك ضيوف وعايزه تقطعيها قطع كده، سيبيها 5 دقايق بالظبط تهدى، هتمسك معاكي وهتبقى قطعه واحده، قطعي منها زي ما انت عايزه. بس هي بصراحه حلاوتها وهي سايحه كده طعمها حلو جدا، تحس ان هي معموله بالقشطه مش بالبشاميل. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه هنعصج اللحمه، حطيت حبه زيت على النار ونزلت فيهم بحوالي نص كيلو بصل مفروم. انا هعمل كيلو لحمه مفرومه، طبعا مش هستخدمها كلها، هعمل بيها وصفه تانية، بس دلوقتي هعملها على بعضيها. كيلو لحمه مفرومه حطيت عليه حوالي نص كيلو بصل مبشور كده او مضروب في الكبه، وبعدين حطيت عليه ده حبه ملح مبهر كده، بهارات مشكله على حبه ملح، حبه صغيرين بس يتحمصوا معايا يديله ريحه حلوه كده، وهو بيدبل بس شويه بيها بالبهارات دي. اول ما يبتدي يدبل كده معايا، الاقي البصل دبل كده لونه اتغير شويه، انزل عليه باللحمه المفرومه، اقلبها كويس فيه. طبعا كل ما بكتر البصل على اللحمه بتخليها مسكره قوي وتديها طعم حلو، كمان كميتها بتزيد، بس في نفس الوقت بتديها طعم جميل قوي، بتبقى مسكره قوي وطعمها حلو. اقلبها كويس اول ما تدبل كده بالبصل ده، وشطه مفرومه بس حاره، فانا ما رضيتش احطها مع البصل من الاول، حطيتها بعد اللحمه عشان خاطر ما تنزلش الحراره بتاعتها قوي في الزيت وتكون حاره جامد يعني، فكده هتدي طعمها، بس هيبقى في حرقان بسيط بس في اللحمه. ده معلقه كبيره فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ومعلقه صغيره كمون مطحون، ومعلقه صغيره بهارات برضو 7. البهارات اللي بتحبيها واللي عايزه تحطيها حطيها، هتديكي طعم حلو. نص معلقه صغيره بابريكا تدي لون حلو، ونص معلقه صغيره توم بودره، ونص معلقه صغيره بصل بودره، نص معلقه كده مليانه، نص معلقه صغيره مليانه او معلقه كده ممسوحه. وحطيت ربع معلقه صغيره كوبيبه صيني مطحونه، وربع معلقه قرنفل مطحون، بيدي طعم حلو قوي للحمه المفرومه. لو عايزه تحطي رشه جوز الطيب برضو حطي، هتديها طعم حلو. نقلب البهارات بقى كويس كده على نار عاليه، اقلبها كويس بقى مع اللحمه، خليها تتحمص كده وتدي ريحه حلوه كده مع اللحمه. وبعد ما اسيبها شويه دون فلفل الوان انا مفرزاه، فخدت منه شويه كده حوالي معلقتين 3 كده، تقطعيه بقى مكعبات او زي ما انت عايزه، او لو عندك طازه تحطي، بيدي الوان حلوه وطعم حلو كمان في اللحمه المفرومه. طبعا ما تكتريش، ده كيلو لحمه مفرومه فانا حاطه عليه حوالي معلقتين كبار، لو انت عامله نص كيلو حطي حبه صغيرين. دي انا بشرت ربع جزرايه بس صغيره بالظبط، يا دوب معلقه واحده كده من بشر الجزر، لو انت بشره جزر تاخدي منه معلقه واحده بالظبط، برضو لون حلو، لكن ما تكتريش عشان ما يغيرش طعم اللحمه، ما يخليش اللحمه مسكره مش هتكون طعمها حلو. حاجه بسيطه بس تدي الوان حلوه كده في اللحمه. لو مش عايزه تحطي بلاش، انا مش بحط دايما يعني في اللحمه المعصجه بصل، قليل مره لما بحط عشان خاطر بس تديني الوان حلوه. اقلبها بقى كويس كده مع اللحمه، طبعا ما بسيبهاش كتير بعد ما احط فلفل الالوان. هقلبها كويس، لو محتاجه بهارات مني ازود لها، انا دقتها لقيتها محتاجه حبه فلفل اسود كده، حطيت لها معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره تاني من بهارات اللحمه، تديها طعم جميل قوي، وحطيت لها معلقه ملح، معلقه كبيره ملح على الكميه دي. اقلبها كويس، ولازم بقى اغطيها واسيبها على نار هاديه عشان تستوي كده وتنزل الصوص اللي فيها كده، تكون طعمها طريه كده وتكون طعمها حلو قوي. دلوقتي بقى هعمل البشاميل. حطيت حوالي 4 معالق زيت، وحطيت حوالي 4 معالق سمنه، بس انا دلوقتي هزود البشاميل عشان خاطر هعمل معاه صينيه كوسه بالبشاميل، بس هنزلها في فيديو لوحدي، يعني الفيديو اللي بعد المكرونه على طول. اسيبهم بقى يسخنوا كده او يقربوا يسيحوا، وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق. حطيت 4 معالق دي كده كبار هرميين، معلقه كبيره كده هرميه دي للبشاميل، و3 معالق للكوسه، ما تكتريش اكتر من كده عشان البشاميل بتاعك يكون سايح كده ويكون زي القشطه بالظبط، ما تخليهوش تقيل عشان خاطر ما تمسكش معاكي كده ومش هيكون ليه طعم.
هقلب فيه دقيق بقى كويس لحد ما الاقيه فار كده ولونه ابيض. اول ما تلاقي الدقيق لونه ابيض وبقى فاير كده معاكي يبقى كده خلاص استوى. ما نسيبوش يحمر عشان لونه ما يغمقش. هو بيتحمص كده تلاقيه بيض وفاير كده يبقى هو كده خلاص. دلوقتي هنزل عليه باللبن. انا هحط عليه 3 لتر، دول حوالي 2 لتر ونص، وهكمل بقيته ميه. حطيت حبه ميه كمان، دول حوالي 3 لتر لبن على الدقيق اللي احنا حطيناه. يعني المكرونه بتاخد مني 4 معالق دقيق على 2 لتر لبن، بتبقى حلوه قوي كده لصينيه المكرونه. ممكن تحطي النص لبن برضو والنص شوربه او ميه زي ما انت عايزه، برضو هيكون طعمها حلو. بس طبعا كل ما تحطي فيها لبن ويكون كامل الدسم او يكون فيه قشطه كده يكون تقيل اللبن نفسه، هيديها طعم حلو قوي. كده بقى قوامها مظبوط، قوام البشاميل هيغلي بقى كده يبقى مظبوط اهو كده. بدأ يغلي معايا عامل زي القشطه بالظبط، خلاص مش هيتقل تاني عن كده لانه غلي شويه. دي معلقتين كبار كده قشطه، لو عندك اكتر من كده حطي، ممكن تشتري علبه قشطه تحطيها عليها، او لو مش عايزه برضو بلاش. كل دي بتزود معايا الطعم. ممكن تحطي فيها جبنه كريمي او تحطي فيها جبنه مثلثات او جبنه موتزاريلا اللي انت عايزاه، بس انا بفضل القشطه مع التوابل فيها وخلاص. حطيت فيها معلقه صغيره ملح وهحط معلقه صغيره فلفل اسود، بس كده، ما احطش اكتر من كده على البشاميل. لو بتحبي فيها مرقه الدجاج حطي فيها مكعب، هيديها برضو طعم حلو. كل البشاميل لما بيكون دلع معايا بيديني طعم القشطه كده. حاولي ان البشاميل ما يكونش حادق. كده قوامه حلو قوي، بيغلي بقاله فتره وقوامه كده حلو قوي، مش محتاج ان هو يتقل اكتر من كده. طبعا انا سلقه المكرونه مسلوقه 3/4 سوا كده او سوا كامل مش هتفرق، بميه عليها ملح بس معلهاش زيت. دلوقتي هجيب صينيه احط فيها كبشتين بشاميل كده من تحت، كبشتين 3 كده بشاميل عشان تبقى المكرونه غرقانه كده في البشاميل تكون طعمها احلى. ممكن تقلبي نص البشاميل على المكرونه والنص التاني تحطي كبشتين تحت والباقي فوق. انا مش بقلب، انا بحط بشاميل تحت. ممكن تقلبي برضو، هما الاتنين نفس النتيجه بالظبط. لو انت خايفه ان البشاميل ما يكفيش قلبي الاول نصه على المكرونه والباقي حطيه على الوش وتحت. انا ما قلبتش وحطيت حبه، حطيت نص المكرونه اللي عندي. انا عامله كيس ونص او 500 جرام مكرونه. نص كيلو مكرونه بتكون حلوه قوي معايا على الصينيه الكبيره دي. نص كيلو اللي هو بالوزن. حطيت حبه تحت وبعدين حطيت عليهم حبه بشاميل، وهحط طبقه لحمه. اللحمه طبعا طريه جدا كده ومستويه وحلوه قوي، جوسي كده بالحاجات والخضار والطماطم اللي فيها، مديها طعم حلو قوي. والبهارات كمان ريحتها حلوه قوي فيها. انا بحب البشاميل اللي فيها كتير، فبزود حبه كمان على اللحمه تحت المكرونه، يعني عشان تبقى طبقه تحت المكرونه اللي انا هحطها. لو انا مقلبه المكرونه عندي ببشاميل ما احطش طبعا. احط حبه مكرونه، طبقه خفيفه كده، مش بحب اكتر المكرونه، تبقى طبقه بس يا دوب عباره عن واحده جنب واحده مش اكتر من كده. يعني هو نص كيلو او دول بالظبط كيس ونص. انزل عليهم بقى تاني بطبقه بشاميل كده كبيره، اخلي المكرونه تشرب كده من البشاميل والباقي كمان يكون على الوش. بشاميل دايب قشطه خالص معايا، طعمه حلو جدا. لو انتي بتحبي البيض عليها ممكن تحطي بقى في المرحله ديت بيضتين كده على البشاميل اللي انت هتحطيه على الوش. حطي عليها بيضتين كده، بس طبعا يكون البشاميل معاكي بارد. لازم يكون البشاميل بارد الاول وبعد كده تحطي عليه. اظبط بقى البشاميل كده يكون نازل في كل حته كده. لو عندك جبنه موتزاريلا او بتحبي عليها رش عليها حبه جبن كده موتزاريلا او ميكس جبن، هتديها طعم حلو. وممكن كمان انا ساعات لما مش بيكون عندي جبنه بضرب كده حبايتين طماطم في الخلاط واحطهم على الوش، بيدوها طعم حلو قوي. حبه طماطم مع حبه توابل كده اضربهم في الخلاط ورشهم على وش الصينيه، بيديها لون جميل قوي وطعم حلو. ممكن كمان من غير اي حاجه برضو هتحمر ويكون لونها حلو. دخلتها فرن سخن بقى، طبعا كنت مولعاه من قبليها، وطبعا رصه كل الصينيه سخنه. اول ما بتحطي كل حاجه سخنه كده بتغلي على طول وتلاقيها استوت معاكي. ما تسيبهاش تبقى بارده، وكل حاجه فيها بارده هتاخد وقت كتير معاكي في الفرن. الفرن كان سخن من قبليها على درجه حراره عاليه، اعلى درجه. حطيتها في الرف اللي في النص، خدت معايا نص ساعه بالظبط كانت استوت وخدت اللون ده. لو بتحبيها اكتر من كده سيبيها كمان شويه، هدي عليها النار شويه وسيبيها، لكن احنا بنحبها سايحه كده ومحمره. انا مولعتش عليها شوايه. لو لقيتيها هتنشف معاكي ولسه محمرتش من فوق ولعي الشوايه.
لكن احنا بنحبها كده، بتكون سايحة كده وجوسي كده، بتكون طعمها حلو قوي. لو عايزاها متماسكة اكتر من كده، لو انتي بتحبيها قطعة اكتر متماسكة، سيبيها 5 دقايق او 10 دقايق وبعدين قطعيها. بس هي كده بالنسبة لي حلوة قوي، بنحبها كده، بتكون رهيبة. شايفين المكرونة سايحة ازاي؟ طعمها جميل جدا، بالظبط زي القشطة. اهم حاجة النار تكون عالية، الفرن يكون عالي، لان هي فيها كل حاجة مستوية. النار تكون عالية وتحطيها في الرف اللي في النص، ونص ساعة بالظبط وتطلعيها، ما تسيبهاش اكتر من كده. لو ما حمرتش معاكي ولعي الشواية. وكمان احنا بنحب ناكلها سخنة كده اول ما تطلع من الفرن، بتكون حلوة جدا، طعمها حلو جدا. يا دوب جنبها بس حبة شوربة او حبة مخلل كده اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، الزيتون والليمون والشطة اللي كنا عاملينه، طعمه حلو قوي. مش محتاجة معاها اكتر من كده، حبة شوربة او من غير حتى بالمخلل بس، طعمها جميل جدا. ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقة دي وبإذن الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.